السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي؟ ان شاء الله يا رب كده تكونوا بألف خير وصحة وعافية ورمضان كريم كده علينا كلنا ان شاء الله. بصوا بقى النهارده انا هعمل رقاق. نصلي كده على النبي. انا هعمل رقاق بس مش هعمله بقى بلحمة مفرومة والطريقة اللي هي المعتادة يعني. انا هعمله صينية بيتزا بالظبط زي البيتزا. بصوا انا جايبة كل مكونات البيتزا عندي اهي. بصوا جايبه طماطم وفي شرايح زيتون تحت وجبنه رومي وفلفل اخضر ولانشون وبيف اللي هو اللي بيبقى يعني كده عارفينه كلنا اللي بيبقى اتخن شويه من اللانشون. واي حاجه بقى عندك في الثلاجه قطعه جبنه بيضه اي حاجه يعني طبعا دي يعني اي حاجه عندك تحطيها. طبعا عندي برضو هنا جبنه رومي اللي هي المبشوره برضو دي بحطها برضو في النص بتطعمه قوي هي حتى بتاعت البيتزات اهي. طبعا انا بقى ايه مثلا حتى انا ما عنديش شوربه خلاص نصلي كده على النبي. انا طبعا ما عنديش شوربه هعمل ايه؟ جبت كوبايه لبن حطيتها هنا على مكعب ماجي مكعب مرق الاول بس كده دوق علشان ما احطش مكعب ماجي هنا اهو جبته. بصوا اهو حتى لسه ما دافش هدوبه. مكعب مرق احط شويه ملح. نرجع اقول لكم انا حطيت ايه. حطيت شويه لبن حطيت لبن وهم هحيقهم بملح وفلفل عادي جدا كانهم شوربه. طبعا بيخلي الرق طري وجميل. وحطيت فلفل كده اسود برضو عشان دي طبعا الامور. وطبعا انا مسيحه سمنه هنا هحط برضو شويه سمنه في اللبن كده عشان تخليها حلوه. بس هي دي اللي هتبقى التسقيه بتاعت الرقاق. طبعا ما عنديش شرب ومفيش حاجه طبعا ايه بتوقفنا عادي جدا بنشتغل مفيش اي مشكله اهو. عملنا الشوربه اهي. مفيش حاجه انا مسخناها طبعا عشان مش هينفع احط الرقاق فيها ايه بارده. بس حلوه قوي كده. انزل بس بشعره ملح صغيره مش عايزه اكتر الملح لان الزيتون والجبنه الرومي طبعا بيخلوا الدنيا حادقه شويه. ده الرقاق بقى بتاعنا. انا بصراحه بحب الرقاق بفضله عن الجلاش. طبعا كل واحد ليه ايه ليه يعني طبعا حاجه في الاكل بيحبها. انا بفضل الرقاق عن الجلاش. طبعا انا هعمله في الصينيه ديت اهو. هنسمي الله بقى كده. اول حاجه هدي طبقه سمنه كتير تحت هنا علشان ان شاء الله لما اجي اقلبه ما يلزقش. دي اهم طبقه هملاها سمنه بس مش هحط بقى تاني كتير. انما دي طبعا اهم ايه طبقه املاها السمنه. بصوا بقى الرقاق كده شربه باللبن ونرصه بقى كله في الصينيه. حط الحشوه في النص بيبقى حلو وجميل ومختلف. ومش شرط تعمليها في الفطار ممكن تعمليها في السحور برضو تسحروا بيها مع شويه بطاطس محمره يعني مش لازم في الفطار اهو. انزل بقى بيها كده. طبعا اهم حاجه ما احطش شويه السمنه اللي تحت وانا مش هحط السمنه تاني لان السمنه دي هتطلع فوق. بصوا مش هحط سمنه عشان برضو ما تبقاش كتير. احنا عايزين نعملها زي البيتزا. الحتت الناشفه اللي زي دي طبعا انا بصوا بشيلها. هحط بقى الطبقه الاولى وان شاء الله بقى نرجع مع بعض نشوف احنا بنحط الحشو والطبقه الثانيه ان شاء الله. بصوا بقى رصصناها كلها. بصوا الحشو بقى اهو ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا هقلبه كله في قلب بعضه. طماطم زيتون فلفل جبنه رومي
لانشون ممكن تحطوا بسطرمه، تحطوا جبن بس، يعني اي بقى حاجه عندكم، لان الحاجات دي طبعا ممكن تكون كانت عندنا في الثلاجه وممكن بقى مش بنتسحر بيها او نشفت او بقى لها فتره طويله جايبينها. فايه الحاجات دي لما تكون موجوده وولادك ما بياكلوهاش او انتوا ما بتاكلوهاش، حطيها في الفريزر. اللانشون، الجبن، الزيتون، علشان طبعا تبريد التلاجة غير تبريد الفريزر. هتطلعيها هتلاقيها زي ما هي. اعملي بقى بيها اي حشو، ممكن تحشي سمبوسه، ممكن تحشي قطايف، طبعا اللي عندك. بس انا بصراحه بحب الحشوه دي جدا في الرقاق، بجد بجد كانها بيتزا، يعني احنا حاطين اهو كل مكونات البيتزا. هنزل بقى بالحشوه كده، وانا بصراحه مكتراها علشان تبقى كلها مليانه وحلوه كده وطعمها حلو زي البيتزا. عامله بقى الحشوه، اوزع الحشوه بتاعتي اهي كده، بصوا اهي. بس بلاش الاطراف قوي علشان ما وانت بتقطعي ما تخرجش بقى. طبعا كل ما تشمليها بتبقى حلوه. وايه، وزع الزيتون كده هنا وهنا، كل ما تشمليها بتبقى حلوه جدا. ادور بس على كده اهو. انا بسويه كمان من فوق، يعني ما بسويش من البوتاجاز من تحت، مش في الفرن يعني. بسويه كده يعني بحط الطاره في الشياطه عشان ايه الحراره تتوزع، واسويه من فوق مش 10 دقايق بالظبط ويطلع زي الفل. اهو نحط بقى الطبقه الثانيه من الرقاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الطبقه الثانيه، اللبن طبعا بيخليه طري وجميل، وبرده مش لازم نبل الرقاق قوي علشان ما يبقاش متعجن ونعرف نقطعه. بصوا انا ببل ايه، يعني مش ببل كتير يعني. بصوا، نحط بقى يلا الطبقه الثانيه ونحطه بقى على النار ونشوف ان شاء الله لما تخلص تطلع شكلها ايه، هتعجبكم بصراحه قوي. بصوا اولع البوتاجاز واوطي العين بقى الشمعة كده علشان ما تتلسعش طبعا. بصوا اهو. ودي بقى طبعا عشان بتوزع الحرارة، يعني توزعها في كل الصينية. وهجيبها كده احسن من الفرن بصراحة خالص، انا بحب كده يعني بصراحة. امي الله يديها الصحة على طول كانت تعمل الرقاق كده والكنافة كده على النار من فوق، ما كانتش بتدخل فرن. فطبعا انا طلعت لقيتها بتعملها بالطريقة دي فبعملها زيها بالظبط. كانت بتعمل صينيه الرقاق حلو جدا، فانا بعملها زيها كده بالظبط من فوق، ما بدخلهاش الفرن خالص. اسيبها بقى كده طبعا، وهفضل الف كده بالسكينه اشوفها لو استوت من تحت هنقلبها مع بعض الناحيه التانيه، نسيبها بقى تستوي براحتها. يلا نقلبها كده، نسمي الله بسم الله الرحمن الرحيم. ايه رايكم؟ بصوا بصوا بسم الله ما شاء الله عامله ازاي. بصوا حلوه جدا جدا جدا. نرجعها يلا بقى في الصينيه ونكملها. السوا على البوتاجاز بصراحه احلى حاجه. انزل بيها بقى كده برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا اسهل طريقه لعمل الرقاق، ولا فرن ولا تنشف ولا اي حاجه. بصوا اهي مقرمشه وحلوه جدا. ارجعها بقى يلا وهنبقى نقطعها سوا ونشوفها مع بعض. بصوا بقى انا قطعته طبعا، طلعته وقطعته. بصوا عامل ازاي. بصوا الحشو، بصوا الحشو من جوه عامل ازاي، كانها بيتزا بالظبط. ولو حابين تحطوا برده من فوق حطوا من فوق، يعني حشو من فوق داخلي وخارجي. جميله جميله. بصوا الحشو طبعا عشان انا احط حشو كتير، فبصوا بقى باظظ من بره وعامل ازاي. حلوه قوي قوي، جربوها ان شاء الله بقى تعجبكم، واعملوها في السحور وان شاء الله تعجبكم. واشوفكم بقى في فيديو جديد. باي باي.